تاتش تاتش. تمام. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ده كوبي ودي القطره. كوبي عنده مشاكل لما بيجي يحط له قطره على عينه، هو بيخاف شويه. تمام. وبعدين هو كلب شقي. تمام ماشي. اوكي، زي ما انتم شايفين اول ما القطره طلعت بدا ايه يعني، بدات يعني هو اللي يبان ان ده شقاوه، بس هو في الاخر خالص هو متضايق من اللي بيحصل. تمام. ومش عايز ياخد القطره. تعال خد. تعال. تمام ماشي. زي ما انتم شايفين هو خايف من القطره جدا. اوكي ماشي. طبعا هنا ممكن حد يقول ده بيعضعض لعب وكده. لا، ده عض اللي هو بتاع ال 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 اللي هو الانكزايتي، او ان هو قلقان من حاجه فبيعضعض. مش بيعضعض بيهاجمني، مش بيعضعض يعورني، بس هو عنده الحته دي لما بيتضغط شويه بيبدا يعملها زي ما انتم شايفين. تمام ماشي. طيب هشيل القطره. خلاص تعالى تعالى. خلاص سهل. تمام يلا. خلاص ست ست داون. راحه. مش حاجه خالص. لا مش حاجه. تمام يلا. هبدا بقى هوريكم حاجه انا عملتها تمهيدا لان هو يتعود على القطره بعد كده. تمام. الحاجه دي انا علمته ان هو يحط ايده في بوزه على ايدي. تمام. بشكل معين ويبقى مطمن فيه، بحيث ان هو بعد كده انا احاول معاه النهارده في القطره نفع نفع ما نفعش هقعد استمر معاه وكده. يلا. تمام. لما بيثبت راسه. تمام. بكافئ. ماشي. نشوف تاني. يلا. خد. تاتش. لما بيلمس بكافئه. انا بعوده ان هو اللي يجيب راسه ويحط بوزه عندي وكده. اللي انا بتكلم عليه ده اسمه بيتسمى تريتمنت ستيشن، او ان انا بخلي الكلب تمام يعمل شكل معين يبقى هو مطمن فيه. ممكن نبدا نديله فيه الحاجه اللي هو خايف منها شويه مع الوقت. طبعا ساعات بيتحط سجاده او الكلام ده كله. تعالى كوبي. ست داون. ستي. تمام. بالراحه خالص. كل ما هو هيعلى شويه هبدا انا انزله. تمام يلا. تعالى. تمام. يس. كده. تعالى. ايوه. وصلت. خلوا بالكم انا مش اوريكم حاجه. تعالى. انا مش ماسكه جامد، انا حاطط ايدي. حاطط ايدي. هو يريح بوزه. ايوه. بس تمام. ممكن بقى ابدا احاول. ماشي. زي ما شفنا اهو بيشوف القطره بيتعصب شويه. تعالى. يلا. ممكن احط هنا. تمام. ما تعصبش. وده كان اسهل. تعالى. تمام. طبعا انا مش هديله منها دلوقتي، انا بس بعوده ان القطره تبقى عند وشه. لو لقيته خلاص ست ست داون داون. اهي. طبعا هو كلب هايبر اكتف جدا. تعالى. بس خلينا نديله حقه، هو كلب هايبر اكتف بس هو شاطر، فشطارته طبعا بتساعد جدا. ست. تعالى هنا. ماشي. لا. تعالى هنا. تاتش. شاطر. ست. ست. طبعا انا اللي انا بصوره دلوقتي العمليه تعويده على الحاجه، مش ان هو بقى متعود على الحاجه. فبالتالي هيبقى في غلطات كتير من الكلب والكلام ده كله، وخلوها ما نسميهاش غلطات، هيبقى في سلوكيات غير مرغوبه انا مش هخليه ياخد بيها حاجه. تمام. تمام.
طبعا هنا انا مش عشان قطره بس، انا بعوده. هو بيخاف على جسمه لما بيجي يتمسك، تمام؟ زي ما انتم شايفين بيبقى خايف على جسمه شويه، بيبقى تمام هايبر، فانا بعوده ان هو يتمسك. يلا ست. لا ست. طبعا بجانب ان انا بعوده ان هو يتمسك، انا بخليه يتعود ان القطره حاجه عاديه مش حاجه تخاف منها. تعالى بص كده. تمام. طبعا في وسط ما انا بعمل كده ممكن بيبقى في محاولات تانية ان انا ايدي اهي، تمام؟ انا عشان ايمن بس احط له الاكل، ارفع له راسه، تمام؟ حطيت له نقطه، تمام؟ الناحيه التانية رافع راسه بالراحه، هو اطمن لها شويه، تمام؟ ليفت، تمام؟ نفس القصه، تمام؟ طبعا مش هتيجي احسن حاجه من اول مره، الوضع مش هيبقى سهل من اول مره، بس بدل ما تلجا ان انت تبدا تكتف الكلب، يعني لو انت جيت تمسك الكلب وجيت تكتفه، عشان خدتوا بالكم عامل ازاي، انا ما عملتش حاجه، هو عنده انطباع سيء جدا من ناحيه القطره، على عكس لما انا بطمنه عليها وبيحط راسه هنا وبيشوف القطره وبعمل بالقطره نقطه. خلاص خلاص تعالى يلا ست. انا هخليكم يفك شويه، تمام؟ وهنرجع تاني نفس القصه، جزء كده. ايوه جزء. خلوا بالكم لما هو حط الايدين الاثنين هنا، انا ما كفيتش وفضلت ساكت لحد ما رجع للوضع اللي انا عايزه، تمام؟ دي مهمه جدا، على عكس لو انا بعلمه يحط ايدين الاثنين هنا، دي بتبقى قصه تانيه، تمام؟ يلا تعالى. تمام. فهنا انا بكسب حاجتين، الحاجه الاولى ان انا اعوده على القطره شويه، تمام؟ اوكي زي ما قلنا، تمام؟ تعالى خد على اللونج ران، يتعود ياخد ست. حط بوزك، حط بوزك، تمام؟ هنا ماشي، لا بالراحه ما تقلقش، عادي. ست. لا ست بوزك، تمام؟ اوكي شاطر. لا هنا حط بوزك هنا، شاطر، تمام؟ واقوم حاططها. خدتوا بالكم؟ طبعا مع الوقت انا بزود المده، قلق طبعا كالعاده، خلاص معلش. ست كوبي، ست ست. طبعا انتوا واخدين بالكم كل ما القطره بتطلع الاتيتيود بتاعه بيتغير ازاي؟ طيب حد هيقول لي طب ما تشدوا شدتين، تديله زقتين، تعملوا الكلام ده كله. هقول لكم الموضوع ده ما بيشتغلش غير مؤقتا، يعني يسمع الكلام دلوقتي، تمام؟ بس بعد كده يبقى اسوأ، ويقعد يبقى اسوأ لحد ما يكبر، وحجما طبعا الكلاب دي بسم الله ما شاء الله بتبقى قويه جدا، محدش يقدر عليه، وبعدين ممكن تقلبه من ان هو بس متوتر فبيعضعض من باب التوتر، تمام؟ لان هو خايف منك جديا، فهيبقى عندك مشكله كبيره جدا. يلا تاتش كوبي، تاتش، شكرا، تمام؟ زي ما انتم شايفين المحايله، يلا تمام. حط بوزك، تمام؟ ممكن كده اهو، حطيت له مش هحط له تاني طبعا، ولكن زي ما انتم شايفين القطره قريبه منه ازاي وهو ما عندوش مشكله. طيب لما انا اقعد اعلم كلبي كده بالاكل واحده واحده واطمنه، يبدا يبقى محايد من ناحيه القطره، او ما عندوش مشكله ناحيتها خالص، فيبدا ما يحصلش اللغط الكبير اللي هو بيعمله والكلام ده كله، تمام؟ فزي ما قلت لكم في طريقتين، الطريقه طبعا السريعه، الكلب من وهو صغير خالص، تعالى ست، تمام؟ تمسك له شويه اكل وانت بتاكله، تعرفه على الحاجه، تحط له الناحيه دي، تحط له الناحيه الثانيه، واحده واحده الكلام ده كله، تعرفه على الحاجه واحده واحده، تمام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ماشي، كلب زي كوبي طبعا احنا بنحتاج، تعالى ست، ان احنا تعالى تبوزك، نعلمه خطوات واضحه وصريحه، فلما بعد كده، وده مش من النهارده، ده لسه قدامه شويه،
يبدا يلاقي ايدي محطوطه كده يعرف ان ده امان. انا طول ما انا محطوطه ايدي كده، ايديك كده ليفت ليفت، تمام ماشي، الايد كده، فالموضوع امان. تمام. طبعا مع الوقت ايدي بتبدا تقرب هنا، حط بوزك ماشي شاطر، تمام تك، واقوم حاطط له الناحيه الثانيه. الموضوع ما بيجيش بين يوم وليله، بس الميزه فيه انك انت لما تاخد وقت وتستثمر مجهود ووقت في انك انت تظبط له الكلام ده، على اللونج ران ما بيبقاش عندك مشكله خالص. الكلب بيشوف القطره ما عندوش مشكله، ما بيعملش رد فعل غريب جدا اللي هو بيعمله ساعه ما بتشوف القطره. هو مش رد فعل غريب قوي، هو رد فعل نابع عن القلق. تمام. القطره في ايدي، تمام، حط بوزك ماشي اوكي. هو طبعا عشان باصص على الاكل نفسه، لا ليفت ليفت، تمام تك حطيت، تك حطيت، تمام. في كذا طريقه، بس الطريقه البيزك خالص السهله جدا الاساسيه جدا ان انت اربط له الحاجه اللي ممكن يخاف منها بعد كده بالاكل، تلاقي الموضوع بقى سهل وما بقاش في خناقه بينك وبين الكلب. تمام. مره اخيره، اكل قطره، تمام، اكل قطره، ولكن انك انت تستعفى على الكلب وتستخدم القوه في انك تقنع الكلب، الكلام ده مش مظبوط تماما. اوكي. وطبعا دي مش معلومه بيطريه يا جماعه، دي معلومه للاونر ان اي كل مالك كلب لازم يبقى عارف لما الدكتور يكتب له في الروشته قطره، تمام، لازم يبقى عارف يديها للكلب.